اهلا بيكم. قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لكم وحشتوني جدا وسامحوني بقى اتاخرت عليكم، بس النهارده جايب لكم فيلم دمار، فيلم جامد مش هزار، عن شخص هادي وجميل بس لما بيغضب بيولعها نار. كمل معايا للاخر وانت اللي هتحكم بنفسك. يلا بينا. بيبدا الفيلم براجل غلبان وهو بيتكلم مع مراته وقال لها انا مش عارف ازاي هنواجه اولادنا ونعرفهم ان انت عندك ورم خبيث وفاضل لك شهور وهتموتي. فبتقول له انا ما يهمنيش اموت امتى، لكن الاهم عندي انا لازم اعلم اولادنا انهم يعتمدوا على نفسهم قبل ما اموت. وشويه بنسمع صوت واحد بره عمال بيشتم فيها، وده بقى يبقى اخوها، ويا ريته ما جه على وش الدنيا، علشان بنعرف ان هو راجل خمرجي وصاحب مزاج ومضيع فلوسه كلها على الدخان وحاجات تانية، وكان دايما بيضرب مراته وبنته الوحيده اسمها كالي. لكن اخته بقى برغم مرضها بتكون شخصيتها قويه جدا، فبتخلي مرات اخوها انها ترفع عليه قضيه وترميه في السجن، وبعد كده هربتها هي وبنتها وحلفت يمين ثلاثه ما هتعرف حد ابدا بمكانهم علشان تحميهم من اخوها اللي كل حياته بيشرب دخان وقرف. وهنا بقى بنشوف ابنها الكبير سوريا، وبنعرف ان هو بيحب كالي بنت خاله، وعاش اسوأ يوم في حياته لما امها اخدتها ومشي، وخصوصا بقى ان هو عصبي جدا، واي حد بيزعل سوريا حرفيا كده بيكسر وشه، والبنت الغلبانه اللي اسمها كالي بتخاف منه بسبب عصبيته. وهنا بقى بنشوفه اول لما سمع خاله عمال بيشتم امه عينك ما تشوف الا النور، بيغفل ابوه وامه وبيطلع من الناحيه التانيه وبيجري وراه وفي ايده خشبه مولعه. لكن خاله بقى علشان المخدرات اكلت دماغه عمال يغيظ فيه وسابه ومشي. وطبعا امه اول لما شافت الموقف ده بتتصدم في ابنها وبتقول لجوزها ده انا محتاجه مجهود جبار علشان اغير العيال دي وخصوصا سوريا. وتاني يوم بتاخد سوريا على الشط وبتقول له بص بقى يا ابني انا عارفه ان انت غبي ولط ولما بتتعصب بتتحول لحمار وحشي، ومن الاخر كده يا ابني العصبيه دي مش هتفيدك وممكن في اي وقت تقع في مصيبه بسبب عصبيتك. وعايزين بقى نتفق اتفاق، احنا لازم نختار يوم واحد بس في الاسبوع اللي انت هتتعصب فيه وباقي الاسبوع هتبقى هادي علشان تقدر تمشي امورك. وطبعا عشان سوريا بيحب امه جدا فبيسمع كلامها، وبعدين هي بتنشغل مع بنتها ماجي وبتعلمها ازاي تعتمد على نفسها، لحد ما سوريا جالها في يوم وقال لها امي النهارده الاثنين ايه رايك نخليه يوم العصبيه، وهطلع في اليوم ده كل العصبيه اللي انا عشتها طول الاسبوع علشان عايز اضرب الواد ابن جارنا وهو النهارده عصبني. فبتقول له لا ان ده مش سبب قوي، وكل يوم بيجي لها بحجه شيك علشان يختار اليوم ده اللي هيخرج فيه كل عصبيته، وهي كالعاده بترفض لحد ما سوريا بقى محتار يختار انهي يوم ويتعصب فيه. وبتمر ايام واسابيع لحد ما امه ماتت، وفي يوم الجنازه الكل كان حزين عليها وقلبهم مكسور، لحد ما بيجي اخوها اللي كان عايز الحرق وعمال بيشتم فيها وقال لهم ولا يشغلني انها ماتت اهي كلبه وراحت، بس كان نفسي اعرف منها مكان مراتي وبنتي علشان اروح لهم واكسر عظمهم. لقوا بكل بجاحه في الاخر بيقلع الشبشب وبيرميه على الست وهي ميته. وساعتها سوريا عمال يتكلم مع امه وقال لها امي النهارده السبت ايه رايك يكون النهارده يوم غضبي، وهوبا الدنيا بتمطر والمطر بيجي على كل ايام الاسبوع اللي مكتوبين على الحيطه وهي اللي كاتباهم بايديها ما عدا يوم السبت هو اللي بيفضل. طب يعرف ان امه كده ردت عليه ووافقت ان يوم السبت يكون يوم غضبه. وفي ثانيه الا ثانيه سوريا قام زي المجنون ودخل على خاله وعينك ما تشوف الا النور، خلاه مش نافع تاني لحد ما الراجل الحشاش ده اختفى من حياتهم للابد. ومن وقتها يوم السبت هو يوم الغضب العالمي لسوريا، وبقيه الايام مهما يحصل لا عمره هيتعصب ولا هيدخل في اي عركه حتى لو عارف ان هو ممكن يموت. والحكايه دي بقى ابو سوريا كان بيحكيها للدكتوره النفسيه وحكى لها كل حاجه عن شخصيه سوريا وعن كل تصرفاته، وانه حتى بعد ما كبر وبقى شاب قوي جدا ما تخلاش عن الفكره دي ان هو يوم السبت بيتحول لواحد تاني خالص، وان الحكايه دي بقت قاعده في حياته. لو حد مسكه ضربه ما بيقربش منه ولا بيفتح بقه، لكن بيكتب اسمه في اجنده ويجي يوم السبت بقى ويروح يكسر عظم اي حد يتخانق معاه واحد ورا التاني. وبنروح بقى للبطل بتاعنا سوريا، كان ماشي في امان الله وشاف عيل صغير متعور وبيعرف منه ان الراجل صاحب المزرعه اللي بيشتغل فيها ضربه علقه موت علشان بس اتاخر. وسوريا بقى بكل ادب وباحترام بياخد الواد وبيروح للراجل العجوز ده، وسوريا ساله بكل ادب قال له باشا انت ضربت الواد ده ليه، من غير ما حتى تسمع سبب التاخير. والطفل ده بدا يحكي ان هو في يوم من الايام كان بيلعب ولما روح البيت لقى ابوه مات وملحقش حتى يشوفه. وساعتها امه قالت له انت لو كنت بس جيت 10 دقايق بدري كان زمانك شفت ابوه. ومن ساعتها بقى عنده هو كمان قاعده في حياته بيأخر الساعه دايما 10 دقايق، وعلشان كده اتلخبط وجه الشغل متاخر لان هو نسي يأخر الساعه اللي معاه. والراجل العجوز ده بقى بعد ما سمع الكلام قال له ها
خلصت يا رجاله روقوا عليه هو والنطع اللي معاه. وقال لي سوريا انا مش عايز اشوف وش امك هنا تاني وامشي من هنا يالا. وسوريا بقى ساب نفسه تماما ومسك اعصابه على قد ما يقدر لحد ما بيجي يوم السبت، فبياخد المنديل الاحمر بتاع امه وبيربطه في دراعه، والحركه دي معناها ان هو داخل عركه ومش هيخرج منها غير وهو مكسر عظم اللي قدامه. وبالفعل بيروح على المزرعه ودخل على الراجل العجوز وبيكسر عظمه، ودخل على الرجاله ودمرهم تماما لحد ما مسك الراجل العجوز وهوب فتح له دماغه. وبعدين قال له انت اخر مره سالتني وقلت لي انت منين، احب اعرفك بنفسي انا من البساتين يا شويه فساتين، وما تنساش تخيط الجرح بدل ما اجيلك تاني واخيطك. وباقي الاسبوع بقى بنعرف ان سوريا ان هو حمل وديع وشاب لطيف جدا وشغال في شركه تامين وكل الناس بتحبه حتى العيال الصغيرين، لا وكمان شاطر جدا في شغله. اما بقى الراجل العجوز فحط سوريا في دماغه فبيخلي رجالته يراقبوه هو وعيلته طول الاسبوع. وسوريا بقى يوم السبت بيفضي نفسه ويطلع على الراجل العجوز ده ويحط عليهم ويفضلوا كده شغالين زي القط والفار. المهم بقى الدكتوره بتبقى قاعده مع ابوه وبتسمع القصه دي كلها ومش فاهمه اي حاجه وليه سوريا بيعمل كده، فبتقول لابوه طب ما تحاولوا تخلوه يحب ويتحب يا جدعان، مش يمكن لما يتجوز يتهد، ولعلمك عايز تهد اي راجل جوزه وهو هيكره الحياه باللي فيها. فبيقول لها والله حاولنا كتير بس هو لحد دلوقتي بيحب بنت خاله كالي اللي محدش اصلا يعرف هي عايشه فين لحد دلوقتي. وعلشان نفك العقده دي جبنا واحده تمثل على اساس انها كالي بنت خاله وانها خلاص متجوزه وعندها 4 اولاد. ويا عيني سوريا اول لما عرف كده قلبه اتكسر، وخصوصا لما شاف العيال الصغيرين، وبرغم كده مرضيش يحب ولا واحده. بس اللي فات كوم، واللي حصل في فرح اخته ماجي في كوم تاني، لان ابو العريس كان راجل رخم جدا وصوته دايما عالي وسمعه وهو بيشتم في اخته وما كانش موافق على الجوازه دي. وسوريا بقى فضل محترم نفسه علشان بس كنا في يوم جمعه، لكن من سوء حظنا اللي زي الزفت سوريا فضل مستني لحد ما الساعه جت الساعه 12 وما قدرش يمسك نفسه ومسك الراجل ابو العريس ونزل فيه ضرب وقدام الكل لحد ما خلى كرامته في الارض وسط المعازيم. وفي الاخر سوريا هو اللي شال الليله كلها، اللي فضل يتاسف له علشان بس فرح بنته يعدي على خير. اما بقى اخته ماجي فضلت تتخانق مع سوريا وقالت له للاسف انت بعصبيتك دي وانت هتخليني اخسر الشخص اللي بحبه وانا مضطر اروح معاه من غير ما حتى اودعكم، ومن اللحظه دي انا ماليش اخ علشان انت ما احترمتنيش ولا احترمت يوم فرحي وكل همك انك تطلع عصبيتك وخلاص، فعشان كده انا علاقتي بيك انتهت. المهم بقى ابو سوريا عمال يكمل الحكايه مع الدكتور وفي الاخر قال لها انا مش جاي احكي لك قصه ابني ولا اصلا عايزك تعالجيه علشان انا عارف ان خلاص ما بقاش في فايده. فبتقول له امال انت جاي تحكي لي ليه؟ قال لها اصل حضرتك مش فاهمه، انا مش عايز اصدمك، انا بس لقيت اسم جوزك اللي هو اصلا استاذ في مدرسه ثانوي فلقيت اسمه موجود في الاجنده بتاعت ابني والنهارده يوم السبت فيا ريت بقى تلحقي جوزك يا مدام. وبنعرف ان فعلا جوزها بيشتغل في نفس المدرسه اللي شغاله فيها ماجي اخته، وماجي بقى قفشته وهو بيتحرش بتلميذه. وطبعا البنت ما قدرتش تقول اي حاجه، لا ده كمان وبكل بجاحه بيهدد ماجي وقال لها لو اتكلمتي انا هلبسك مصيبه. وسوريا بقى لما عرف قرر ان هو ينتقم منه. والاستاذ ابن الهرمه ده بقى بنعرف ان هو كان تعبان وعنده برد مموته، وسوريا ابو قلبي طيب قاعد جنبه وبيديله العلاج وسابه لحد ما ينام. واول لما صحي وبقى كويس سوريا بقى مسكه واداله العلقه التمام وخرج من هنا. ومرات الدكتوره داخله من هنا وطبعا لقت جوزها متدشمل ومش قادر يقول اي حاجه. ونسيب بقى سوريا ونروح للقمر دي اسمها سالي، وبنعرف انها ظابط وده اول يوم ليها في الاسم، بس المأمور ما كانش موجود فبتضطر انها تستناه طول الليل. والمأمور ده بقى اسمه جون، وبنعرف ان هو بيكره اخوه كره العمى وكان معاه المساعد بتاعه وماسكين شريك اخوه وهما الاتنين نازلين في ضرب وتعذيب وتكسير. وجون عمال يقول له انا عارف ان انت المحامي بتاع اخويا ديف وهو بيحبك اكتر من اي حد ومش هسيبك غير لما يعمل اللي في دماغي ويتنازل عن كل ورثه. وبعدين بيسأله هو انت عندك اولاد؟ قال له اه عندي ولدين. فبيقول له هو انت بتحب مين فيهم اكتر، الكبير ولا الصغير؟ قال له بحبهم هما الاتنين. قال له لا انت كداب، انت بتحب اكيد الصغير اكتر. فالراجل قال له بصراحه علشان لسه عيل صغير ولسه ما فهمش الدنيا. وجون بقى ضحك قوي وبعدين قال له ايوه وهتفضل تحبه اكتر واكتر وتدلعه لحد ما اخوه الكبير هيكرهه، وانت لما هتموت ابنك الكبير هيسيطر على كل حاجه وهياخد الورث كله ويفضل يكبر ويترقى في حياته علشان بس يذل اخوه الصغير لانه كان شايف دايما واخد حب ابوه منه. وبعد كده بيقرر ان هو يفكه ويخليه يمشي. وبنعرف ان الكلام اللي قاله ده هي نفسها قصه جون واخوه الكبير ديف اللي ما بينهم عداوه السنين. وبنعرف ان هو خطف الراجل ده علشان يضغط على
اخوه ويرجع له ورثه، لكن لما حس ان مفيش فايده خلاه يمشي. لكن هو بيمشي من هنا وديف بيتسع عليه من هنا وقال له جون سيب المحامي بتاعي وانا هديلك ورثك. بس بعد ايه؟ ده المحامي فلق خلاص واللي حصلني كسرني. جون بقى اول لما سمع الكلمتين دول وكأن حد ولع فيه وعمال بيصرخ وكان عصبي جدا، فبيروح على القسم وبيمسك الراجل الغلبان ده وبينزل فيه ضرب وتكسير وبيطلع غضبه وغله فيه هو. ومين بقى اللي شايفه كل حاجه؟ البنت الغلبانه اللي اسمها سالي والعسكري الطيب اللي معاها، وقال لها اتفضلي يا ست، هو ده المأمور الزفت اللي انت مستنياه. بعدها سالي بترجع لامها وبنكتشف بالصدفه البحته ان الضابط دي بقى هي نفسها كالي بنت خال سوريا، وبنعرف ان ام سوريا لما هربتهم غيرت اسمها في السجل المدني علشان محدش يعرفها. المهم بعد اول اسبوع من شغلها في الاسم ده بتشوف الراجل المسجون اللي جون كل شويه ينزل فيه ضرب، فبتحاول تقرب منه وتسقيه حتى لو بق ميه، لكن جون بقى بيقفشها وبيعرف ان هي ضابط جديد في الاسم. ومن هنا بيقرر ان هو يذلها ويعيشها اسوأ ايام حياتها، وقال لها انت من هنا ورايح هتبقى الفواحه بتاعت العربيه وانت اللي هتسوقيها. وبعدين دخل وكمل ضرب في الراجل الغلبان اللي مرمي في السجن. اما بقى سالي فبتكون قريبه جدا من الشاويش الغلبان ده وبتحكي له عن حكايتها وحكايه امها، وبنعرف ان الراجل الغلبان ده هو الوحيد اللي طيب في الاسم كله وبقيه الاسم عايزين الحرق. وبدا يحكي لها عن قصه المأمور المجنون اللي اسمه جون، وان اهل المنطقه ناس طيبين وفي حالهم وغلابه جدا، وان الضابط جون اول لما عينوه في الاسم بتاع المنطقه كان بيتعامل في الاول مع الناس بطريقه محترمه وكان بيحاول يحببهم فيه. لكن اخوه ديف بقى اول لما عرف كده نزل الانتخابات على نفس المنطقه اللي جون مأمور فيها علشان بس يبقى الاسم والمنطقه يبقوا تحت سيطرته ويضايق اخوه اكتر. وطبعا ديف اول لما نزل لاهل الحي قال لهم انا معاكم، وبدا يطمنهم ان المنطقه دي هتبقى في حته تانية وهدعم كل المشاريع الصغيره بتاعتكم وهخليكم تكسبوا ذهب. وطبعا الناس غلابه فرحوا جدا لان دي اول مره يلاقوا مسؤول كبير بيهتم بيهم، وفعلا كلهم انتخبوه وكسب الانتخابات. لكن بعد ما دخل البرلمان ما نزلش المنطقه مره تانية ولا حتى شافوا وشه. وجون بقى اول لما عرف ان اخوه كسب الانتخابات بسبب اهل منطقته بيقلب بقى على الوش الحقيقي، وكان كل يوم والتاني كان ينزل المنطقه ويجيب 5 6 من اهل الحي وينزل فيهم ضرب، وما سابش حد فيهم حرفيا غير لما عمل لهم عاهات مستديمه. وده غير ان في ناس تانيين ماتوا تحت ايده ومفيش حد قادر يقف قصاده. وطبعا سالي اول لما عرفت كل الحكايه دي بتروح لنفس الحي، والناس اول لما شافوها كلهم بيترعبوا لانهم بيخافوا من اي حد لابس لبس الشرطه. لكن هي بتروح على بيت الست اللي جوزها مسجون وبتقول لها يا ست الكل جوزك بقاله اسبوع موجود في الحجز وانا عايزاكي تعملي له اي اكل وانا هدخله له. والست بتفرح جدا والناس كلهم مش مصدقين اللي هي بتعمله وعمالين يشكروها وبيعرفوها على نفسهم وان معظم الاهالي صنايعيه وعندهم ورش اشكال والوان. المهم تاني يوم بنشوف سوريا كان رايح المستشفى دي علشان يزور عميل، وبالصدفه جون كان موجود مع رجالته في نفس المستشفى. والظابط جون بيكون خارج من المستشفى ورجع الاسم بتاعه وراكب العربيه وبيخبط في عربيه واحده عجوزه وهي بتهزقه، وجون يسكت طبعا لا، فبيسمع الشتيمه وبدا يتجنن وفضل يخبط في العربيه خبطه ورا الثانيه، كل ده قدام سوريا اللي بيقرر يتعامل بكل ذكاء وبياخد شويه بنزين من المكنه بتاعته وبيرمي البنزين ده تحت العربيه بتاعت جون. طبعا جون اول لما نزل كان لسه هيتخانق معاه فقال له باشا العربيه بتاعتك بتسرب بنزين يعني ممكن العربيه تنفجر بيك. وجون اول لما سمع كده ما قالوش حتى شكرا وسابه ومشي. وطبعا اللي اخدت بالها من الموضوع ده بتكون سالي اللي بترجع مره تانية لسوريا وبتلاقي المكنه بتاعته ما عادش فيها بنزين علشان هو نسي يقفل التانك، وبتقول له خلاص يا عم انا اخدت بالي من اللي انت عملته وبصراحه حركه حلوه منك وفي منتهى الرجوله واركب معايا بقى وهنروح نجيب بنزين سوا. لكن وهم في الطريق المكنه بتاعتها بتقف علشان ما فيهاش بنزين، فبيروحوا هما الاتنين لمحطه البنزين ماشي. وسالي بقى من اول مره بتقع في حبه وهو طبعا ولا واخد باله منها مع انها اصلا بنت خاله اللي بيموت فيها واللي كان نفسه يتجوزها من صغره. وسوريا اول لما رجع البيت كان لسه هيمسك الاجنته بتاعته ويكتب اسم المأمور وبالبونت العريض، لكن كل ما يفتكر سالي بيقرر يوقف الموضوع علشان بس خاطر عيونها. وابوه اول لما عرف كده كان هيموت من الفرحه ان ابنه اخيرا بدأ يحب واحده وهيبعد شويه عن العنف ويشيل من دماغه موضوع يوم السبت ده. لكن هو قال له لا يابا انا ما حبيتهاش. لكن بتمر ايام وايام وبنشوف سالي مع سوريا عمالين يتقابلوا ويتكلموا وكل يوم عن يوم بيقربوا من بعض اكتر واكتر. لكن ام سالي بتكون خايفه ان الشاب ده يطلع زي جوزها ويكون عصبي ويضرب بنتها زي ما كان جوزها بيعمل معاها. المهم بنشوف
بنشوف سالي بعد كده بتحكي له عن اهل الحي وبتاخده هناك، وهو بيفرح جدا وبيقرب منهم، وخصوصا لما شافهم انهم ناس طيبين وعلى قد حالهم ومالهمش في المشاكل. وسوريا كان مبسوط معاهم جدا وعمال بيهزر ويلعب مع الاطفال وبيقضي معاهم احلى وقت. بس كل ده طبعا ما بيمنعش سوريا ان هو يمارس هواياته المفضله واللي هو يوم السبت، وبيضرب اي حد يضايقه طول الاسبوع، وخصوصا لما بيكون ماشي مع سالي وبيلاقي كام شاب صايع وضايع بيعكسوا فيها قدامه، وهو طبعا قدامها بيعيش دور الامور الكيوت الهادي، ويوم السبت بيرجع لهم وبيخلص فيهم القديم والجديد. ومش بس كده، ده كمان بيدخل على المساعد بتاعها علشان قبل كده ضربها بالقلم وجالها تاني يوم ورقبته مكسوره. وسالي بقى بدأت تاخد بالها من الحاجات اللي بتحصل دي، وان اي حد بيضايقها كانت بتلاقيه متشلوح ومضروب يوم السبت. لا وهي بكل براءه بتحكي لسوريا عن كل ده ومش عارفه ان هو اللي بيعمل كده. وطبعا سوريا بيعمل نفسه مستغرب وبيقول لها يا شيخه ده تلاقيه وقع ولا حاجه، وتقول له لا ده اكيد في راجل اسمه رجل يوم السبت هو اللي بيعمل كده، وانا متاكده ان هو بيراقبني واكيد بيحبني. وفي يوم بنشوف سينج المساعد بتاع ديف وقال له يا باشا مش كفايه كده، انت ما شاء الله عليك بقيت عضو مجلس شعب، والكام ايرات اللي ابوك سايبهم لك بقوا 50، ويا ريت بقى يا باشا تدي لاخوك الغلبان ده نصيبه ونخلص من الحكايه دي. وديف قال لهم صدق عندكم حق، والخبر فعلا بيوصل لجون اللي فرح جدا، واول حاجه بيعملها بيخرج الراجل الغلبان اللي راميه في السجن بقاله شهرين. وفي نفس الليله دي بنشوف عم شوكت الراجل العجوز كان رايح يعمل عمليه، ولما عرف ان سوريا بقى ليه حبيبه وبيخاف عليها قال للراجل بتاعه انا لازم انتقم منه وهي دي فرصتنا الوحيده، وطلب منهم يصطادوه ويضربوه يوم الجمعه بالليل علشان هو يرد لهم الضرب ده بعد الساعه 12، علشان بس حبيبته تعرف ان هو بلطجي ومش كيوت وهادي زي ما هو موصل لها. وتاني يوم جون فعلا بيروح لبيت اخوه واللي طبعا بيكون مليان ناس كالعاده، وديف بيبعت الخدام بتاعه علشان يساله تشرب شاي ولا قهوه، وجون رد عليه وقال له انا عايز واحد شاي بالنعناع وقهوه للمساعد بتاعي. فبتعدي نص ساعه ويجي واحد تاني وبيساله نفس السؤال وهو يرد عليه بنفس الاجابه، ونص ساعه كمان بيجي واحد تالت وقال لهم تشربوا ايه، وفي الاخر سابهم ومشي ومحدش عبرهم ولا جاب لهم اي حاجه يشربوها. كل ده بقى وديف واقف وعمال بيتفرج عليهم من الكاميرا بتاعته ومستمتع جدا بشكل اخوه وهو بيتهان. وجون بقى بيفهم اللي فيها وفضل يبص على الكاميرا وبيعرف ان اخوه جايبه علشان يهينه بس، وبيمشي من المكان وجواه بركان غضب والغل اللي جواه بيزيد اضعاف واضعاف. واول حاجه بيعملها بيطلع على اهل المنطقه وبيروح للراجل اللي هو خرجه من السجن وبيفضل يضرب فيه بكل غل، وبنت الراجل الغلبان ده بتحوش عن ابوها، وجون بكل قسوه وقع على الارض والطفله دي رقبتها بتنجرح وبتكون بين الحياه والموت. وجون بكل فجر فضل يزعق فيهم ورفض ان اي حد يساعدهم، وكالعاده اهل المنطقه بيكونوا جبنه جدا وكلهم مستخبيين زي العيال الصغيرين مفيش فيهم ذكر قادر يخرج ويوقفوا عند حده. وطبعا سالي واقفه وشايفه كل ده وبتكون في منتهى الصدمه، فبتتصل على سوريا علشان يجوا ينقذهم. وسوريا سمع كل حاجه وبيحضر حالا في نفس المنطقه، وبيكون الكلب اللي اسمه جون مشي، واهل الحي لسه خايفين ومش عايزين يطلعوا علشان يساعدوا الام وبنتها. وسوريا اول لما بيوصل بياخد الطفله وبيروحوا على اقرب مستشفى، والبنت وابوها بيدخلوا العمليات. بعد كده سالي بتيجي وبتحاول تهدي ام الطفله، وبعد كده بتقول لها كفايه بقى لحد كده خوف، وجه الوقت علشان تعملي محضر وتقدمي بلاغ في الكلب اللي اسمه جون واحنا هنكون جنبك وهنحميكي. لكن الست قالت لهم للاسف انا مش هقدر اعمل كده، ولو فكرت بس اعملها يبقى انا بضحي بجوزي وبنتي، وانا بس لو هضمن ان اهل الحي هيقفوا معايا وهيساعدوني كان زماني قدمت فيه بلاغ من زمان. لكن زي ما انت شايفه كلهم كانوا سامعين بنته وهي بتموت ومحدش فيهم اتجرأ ويخرج بس وينقذها. بعد كده سالي قعدت مع سوريا وبتقول له انت عارف انا نفسي راجل يوم السبت يحضر حالا وينتقم من الكلب اللي اسمه جون، ولو اعرف طريقه كنت اروح لحد عنده. وسوريا اول لما سمع كده كان لسه هيعترف لها بالحقيقه وان هو نفس الشخص ده، وهوبا رجاله الشخص العجوز اللي اسمه شوكت بيهجموا على سوريا وبينزلوا في ضرب، وبنعرف انهم ماشيين وراه من الصبح ومفكرين ان هو مش هيعمل حاجه علشان خاطر سالي، بس على مين؟ ده سوريا ابن التنين، ودخل عليهم زي المجنون وخلى دماغهم في الطين، واللي بيقع تحت ايده بينزل عليه ضرب يكفيه سنين وسنين، وبيلف الشال بتاع امه على دراعه وبيقول لي سالي مش انت كنت عايزه رجل يوم السبت اهو قدامك اهو بشحمه ولحمه اموري. وحرفيا كده بيسيب كل حاجه وبيفضل يجري وراهم، واللي بيهرب منه بيجيبه بيكسره، وسالي بقى بتجري وراهم وهي بتكون في منتهى الصدمه ومش مصدقه اللي هي شايفاه. وبعد ما كسر عظمهم وكومهم على الارض زي الخرفان قال لها سامحيني انا كنت عايز احكي لك كل حاجه عني، ولعلمك انا راجل عصبي جدا وبغضب من اقل حاجه، بس بطلع الغضب ده يوم
السبت بس. وسالي بقى بعد ما عرفت الحكايه كلها بتسيبه وبتمشي، وسوريا بيتضايق من نفسه جدا وما كانش فاهم هي رد فعلها ايه، وشكله كده ندم ان هو حكى لها. لكن تاني يوم بتروح له وبنعرف انها بتحبه ومش قادره تستغنى عنه، لا وكمان واثقه فيه ان هو عمره ما هيأذيها. وهما الاتنين بقى بيفكروا في حاجه واحده بس، ازاي هيقدروا ينقذوا اهل الحي من الكلب اللي اسمه جون. وبعد تفكير كتير سوريا بدأ ياخد باله من شويه حاجات، بس خلينا نركز دلوقتي مع جون والمحامي بتاعه اللي قال له انا لقيت لك حته بيعه لقطه للارض بتاعتك، بس الشخص اللي هيشتري عايز يخلصها في خلال اسبوع. وطبعا جون مش هيقدر يخلص من غير ما اخوه يديله الورث بتاعه. لكن جون بقى باع الليله باللي فيها وقال للمحامي طب ايه رايك يا باشا لو اخويا مات، مش انا ساعتها هقدر اخد ارضي؟ والمحامي قال له اه طبعا هتاخد ارضك ونص. وجون قال لهم بس خلاص كده يا خسارتك في الموت يا ديف يا اخويا، بس انت ابن حلال وتستاهلها. وشكله كده خلاص اخد القرار. وطبعا سالي بتكون واقفه بره وسامعه كل حاجه، فبتروح لسوريا وبتحكي له كل حاجه سمعتها، فبيقول لها ان دي خطوه كويسه جدا وهتساعدنا في اللي احنا عايزين نعمله. وبالنسبه لاهل الحي احنا لازم نشيل الخوف من قلبهم ولازم نطمنهم ان في واحد قريب جدا هينقذهم، ولازم نفهمهم ان الواحد ده هيكون منهم ومن نفس اهل الحي علشان يخرجوا كل الغضب اللي جواهم. وبداوا فعلا يشتغلوا على الخطه دي. وسوريا بيروح بالليل على الحي ده وبيكتب رساله على الحيطه وبالبونت العريض، والناس بتصحى من النوم وبيلاقوا الرساله مكتوبه اللي قال لهم انا واحد منكم ومش قادر استحمل اللي جون بيعمله فينا، وعشان كده انا قررت اخد حقكم وهنتقم من الكلب ده قريب. وميعادنا بقى يوم السبت القادم، والظابط جون هيتعلم عليه، يعني هيتعلم عليه. والناس بدأوا يبصوا لبعض ومستغربين، وفيهم اللي بيكون خايف ومجموعه منهم بيقولوا ده اكيد واحد هلاس وكان شارب حاجه، لكن معظمهم بيكونوا متحمسين وبيقولوا اخيرا طلع راجل مننا يدافع عننا ويبعد عننا الظلم ويتكلم باسمنا. وفي الناحيه التانيه بقى بنشوف جون والمساعد بتاعه عمالين بيراقبوا دي في كل تحركاته، فبيعرفوا ان هو بيبدا يوم الصبح وبيروح على المعابد وبيقضي اليوم كله في الحزب بتاعه، وبالليل بقى بيكون راجل هلاس علشان بيقضيه في الكباريهات والكازونوهات. يعني الصبح بلادي بلادي يا احلى الاوطان، وبالليل يا اهلا وسهلا بكل النسوان. المهم بعد كده بيعرفوا ان هو مش فاضي غير يومين بس، يوم الاربع ويوم السبت. وطبعا سوريا مش هيعرف يعلم عليه ويديله علقه محترمه غير يوم السبت، فبيقرروا انهم يعطلوا دي في يوم الاربع علشان سوريا يقدر يواجه جون يوم السبت. وسوريا بيتصل بمدير شركته وبيخليه يظبطوا ميعاد مع ديف. وديف بقى قال لهم لا انا اساسا مش مهتم بالتامين، لكن سوريا قال له بص يا باشا انا هقول لك على احسن عرض ليه وهنعمله لك يوم الاربع، والعرض ده هيعجبك جدا. وفعلا قعد معاه وعمال يشرح له، وفي الاخر قدر ان هو يبلفه بكل سهوله. وبيقرر فعلا ان هو يوم الاربع يحضر معاهم المؤتمر علشان يخليه يوم السبت يروح المعبد ويسهر براحته، وساعتها سوريا هيعلم على جون وبكل سهوله. والخبر ده بقى بيوصل لجون فبيقول حلو قوي الكلام ده، انا كده ما عادش قدامي غير يوم السبت وهي دي فرصتي الوحيده اخلص على ديف، وهخلص عليه وهو في المعبد وهيبقى صيده سهله بالنسبه لي. وبنعرف ان كده ان يوم السبت ده هو يوم الانتقام بالنسبه لسوريا وبالنسبه لجون، وخطه سوريا ماشيه زي الفل. وبالنسبه لاهل الحي مستنيين اليوم ده بفارغ الصبر علشان حقهم اخيرا هيرجع مره تانية وهيتحرروا من الظلم اللي هم عايشين فيه، او على الاقل يعرفوا مين هو البطل الحقيقي اللي هيعلم على جون. اما بقى العم شوكت الراجل العجوز فده بقى بيكون نفس يوم وفاته لان هو عمل العمليه، وبنعرف ان هو مات يوم السبت. ورجالته بقى يسكتوا؟ طبعا لا، بيخربوها اكتر واكتر. وواحد من رجالته بيتكلم مع ابنه الوحيد حاجه كده زي الجحش وقال له يا باشا ابوك كان عايش في امان وسلام، لكن في اخر ايامه مفيش حد عكنن عليه وكرهه في حياته غير الشاب اللي اسمه سوريا اللي كان دايما بيجي لنا يوم السبت وبيدينا العلقه التمام وبيهين في كرامه ابوك وبيمشي. وللاسف كان كل سبت نفس العلقه ونفس الاهانه هي ولا حد كان قادر عليه يا باشا. وابنه طبعا بيقول يا نهار ابوكوا اسود، يعني عيل زي ده هو اللي يعتبر خلص على ابويا؟ لا بقى دي احنا هنروح النهارده وهنخلص على سوريا وهو في قلب بيته. وشكلها كده يوم السبت كله بيكون معبي من كله وكله هيدب في كله. المهم الدنيا بتبقى ماشيه تمام ومفيش حاجه عند سوريا، لكن للاسف في مصيبه هتحصل علشان ابوه في نفس اليوم ده بتجيله فكره لولبيه ان هو يبعد ابنه عن اي مشكله، وعايز يخلي يوم سبت واحد بس في حياته ما يخرجش بره البيت وما يضربش حد. يعني انت يا حاج سبت كل السبتات اللي عدت عليك وجاي تصحى السبت ده؟ المهم الراجل ده بيحط حبايه منوم في المشروب بتاع سوريا، والواد بقى بيشربها من هنا وفي ثانيه الا ثانيه بيتقلب مكانه، ويا دوب بيعدي اول 5 دقايق وبنشوف الجحش
كده هو ورجالته بيروحوا الشركه ومثبتين المدير، وقال له اسمع، يا اما تقول لنا عنوان سوريا يا اما هتطلع من هنا على الدفن على طول. وزميل سوريا بقى اول لما شاف العك والنوش ده بيتصل على ابوه وقال له الحقنا يا عمي، صح سوريا حالا علشان في شله مجرمين وجايين يخلصوا عليكم. طبعا الراجل كان هيعملها على نفسه من كتر الخوف وعمال يصحف ابنه اللي كان نايم زي القتيل، لكن بعد كده بدا يتصرف بكل ذكاء وبيخبي المكنه بتاعت ابنه وبيقفل كل البيبان وبيحط قفل كبير على باب البيت، وبعدين دخل من الشباك. والبلطجيه دول بيوصلوا على المكان بسرعه وعمالين يخبطوا على الباب، فقالوا بس هم اكيد مش جوه، وتلاقيهم بس راحوا مشوار وراجعين تاني، وفضلوا محاصرين البيت ومستنيين اي حد فيهم يظهر. وفي الناحيه التانيه بنشوف سالي عماله بتتصل على سوريا علشان يجي بسرعه لان فعلا مفيش وقت، وبنعرف ان هي بتوصل جون علشان يخلص على اخوه وهو في المعبد. ولما بتلاقي مفيش فايده وابو سوريا عمال بيكنسل عليها فبتقرر ان هي تتصرف، وبتقوم واخده جون والعربيه ولابسين في شجره. وطبعا جون ما كانش طايق نفسه وقال لها ادي اخره الشغل مع الحريم، وبياخد اول مواصله وسابها ومشي. والمساعد بتاعه عمال بيرن عليه وقال له باشا انجز اخوك خلاص طالع من المعبد، لكن اول لما وصل بيكون اخوه مشي والخطه بتفشل. كل ده بقى وسالي عماله بتتصل على سوريا وهو يا عيني نايم زي القتيل، لحد ما الليل بيليل واهل الحي عمالين بيسالوا بعض هو فين البطل الخارق اللي عامل فيها حامل حمى. للاسف احنا كنا متاكدين ان ده حوار فيشنج، والبطل الخارق ما طلعش بطل خارق ولا حاجه، ده طلع بطه بلدي. وفي وسط الدعكه والدرمغه والمرمطه دي كلها بنشوف بقى ماجي اخت سوريا اللي بتكون حامل، وبتقرر انها في الليله المشؤومه دي تروح وتعمل سربرايز لابوها واخوها انها حامل. فبتوصل على البيت وبتلاقيه مقفول، وبعدين بتتصل بابوها فبتقول له ابويا هو انتوا فين؟ انا واقفه بره. فقال لها الله يحرقك، يعني انت بقالك شهور عمرك ما عبرتينا وسايبانا كل ده وجايه لنا النهارده؟ بقول لك يا ماجي لف بسرعه من الباب الوراني. واول لما شافها وهي حامل كده فبيخبيها بسرعه وقال لها اتفضلي يا ستي ادي اخر عمايل اخوكي. وهنا بقى البلطجيه بيكونوا محاصرين البيت، ولما شافوا ماجي دخلت البيت وما طلعتش قالوا لا احنا شكلنا كده انضحك علينا وان اكيد ان في ناس جوه. وفعلا بيروحوا على البيت وبيكسروا في البيبان وبيعرفوا انهم جوه، فبيهجموا على البيت بالسكاكين والصواتير. وابو سوريا بقى عمال يصوت ويلطم وعمال يصحي ابنه وقال له قوم يا ابن الله يحرقك هنموت يخرب بيتك، الحق اختك يا سوريا اختك حامل وهتموت مننا. بس المجرمين بقى دول بيكسروا البيبان فعلا والشبابيك وبيدخلوا منها كانهم زومبي وبيهجموا على اخته وعلى ابوه، وواحد فيهم لسه بيهجم على سوريا وهو نايم علشان يخلص عليه. تفتكروا هيقتله؟ طبعا لا، لان سوريا في اللحظه دي وفجاه بيقوم وبيمسك المطرقه وبيشلوها على الارض، كل ده وهو لسه مدروخ بسبب حبايه المنوم اللي هو اخدها. وبيمسك المجرمين وعمال يكسر فيهم واحد ورا التاني، وان كان فيكم راجل تاني يجي الدور التحتاني، وبيعلي الليفل اكتر واكتر وبيكسر البيت كله على دماغهم. لا وبيضرب فيهم وهو لسه مدروخ ومفوقش، لحد ما بدا يفتح عينه وشاف اخته ماجي وهي حامل وقال لهم يا ولاد الكلاب هو انتوا داخلين بيتنا وهتاذوا اخت الحامل؟ وبيكمل فيهم ضرب زي المجنون. والاب بياخد بنته وبيحاول يطمن عليها، لكن هي بقى بتخربها اكتر واكتر، وفجاه كده بتقول لهم انا هولد ناو، يا تلحقوني يا ما تلحقونيش. قال لها يا بنتي ازاي ما ينفعش، اخوكي ماسك الناس بره والدنيا مقلوبه. وهي والله ابدا انا هولد دلوقتي يعني هولد دلوقتي. وسوريا بره نازل تدمير في الرجاله ومحدش فيهم قادر يقوم على رجله، وبعدين بيخرجوها بسرعه وبيدخلوها في العربيه علشان يودوها على المستشفى، لكن الرجاله ما بيخلصوش وسوريا عمال يدب فيهم واحد ورا التاني. وفي الناحيه التانيه بقى بنشوف جون وهو مراقب اخوه لحد ما دخل الكباريه، وهو دخل وراه وهوب رفع السلاح، وكان واقف وسط الشباب وهما متدرمغين وعمالين بيرقصوا ومش حاسين باي حاجه، وكان لسه هيضرب عليه رصاصه في نص دماغه، لكن سوريا بقى بيكون حاضر في المكان بسرعه اللي كان مغمي وشه وبيمنع جون ان هو يقتله. وكان لسه هينزل فيه ضرب بس بيكتشف ان الساعه 12 وانهم كده بقوا يوم الحد، فبيسيبه وبيمشي بسرعه. وطبعا جون بيتصدم اللي هو يعني هو ايه يا ابني ده، هو انت مش جاي تضرب؟ مالك وقفت مره واحده ليه؟ لكن هنا سوريا بيتصدم اول لما شاف نفس الولد اللي متعود ياخر الساعه في اي مكان بيشتغل فيه، وبيعرف ان هو بيكون شغال في نفس المكان ده، وبيفهم وقتها ان الساعه دي متاخره 10 دقايق، فبيقوم راجع مره ثانيه. والمره دي بقى مسك جون ضربه في الثانيه في الثالثه، وجون كل همه عاوز يخلص على اخوه. وطبعا ديف بيهرب من المكان وشايف كل اللي بيحصل، وسوريا كل هدفه عايز يوضح لديف ان اخوه بيحاول يقتله، واللي طبعا بيكون في منتهى الصدمه وبيهرب من المكان. وسوريا وجون بقى مسكوا في بعض ضرب وعمالين يكسروا في بعض حرفيا، وكالعاده سوريا بيكون اقوى بكتير ودخل عليه زي الوحش اللي ما بيريحش ونزل ضرب في جون وبكل قوته لحد ما خلاه قاطع النفس ومش قادر يتحرك. ومش بس
بس كده، ده كمان بيشيله زي شوال البطاطس، وهوبا بيحدفوا على البار اللي اتدمر تماما، والازاز كله دخل في وش جون وعمل في وشه انفاق وشوارع ما بين مناخيره وبين ودنه اليمين. والمفاجأة بقى ان في واحد من اهل الحي ومن الناس الطيبين كان شغال في نفس المكان ده، وشاف الراجل المقنع وهو نازل ضرب في جون، وهوبا بيجري على المنطقة بتاعته وقال لهم يا جماعة اصحوا فوقوا، انا شفت البطل بتاعنا، ونزل ضرب في جون وبوظ له وشه، وده معناه ان في فعلا بطل في وسطنا واخد حقنا من الكلب اللي اسمه جون. والناس كلهم بيفرحوا برغم انهم مش عارفين هو مين الشخص ده. والمفاجأة هنا ان ديف عمال بيفكر في اللي حصل، وبنكتشف ان هو فكر ان اخوه جون كان بيحاول ينقذه من الراجل المقنع، وقال لهم انا شفت بعناية ان اخويا الطيب المسكين بعد ما حرمته من ميراثه وكل شوية بهزقه وبهينه كان ماشي ورايا علشان يحميني، ويا حبيبي يا اخويا اللي انت عايز ترمي نفسك في النار علشاني. ومن اليوم ده بقى بتبدأ حاجات كتير تتغير، واللي اولهم ان اعداء سوريا بيكتروا، وبنشوف اخته ماجي وهي في المستشفى وما ولدتش ولا حاجة وعمالة بتتخانق مع ابوها، وان هي كان ممكن تخسر حياتها واللي في بطنها بسبب البلاوي اللي سوريا بيعملها. وفي نفس الوقت اهل الحي عمالين يبصوا يمين وشمال وعايزين يعرفوا مين فيهم البطل اللي عمل في جون كده. وبعدين الراجل الغلبان وبنته الصغيرة اول لما خرجوا من المستشفى كل اهل الحي حكوا لهم على كل اللي حصل من الشخص الملثم لما علم على جون. اما بقى سوريا فبيحاول ان هو يعطف ويلطف ويرجع العلاقات، وبيروح يعتذر لاهل جوز اخته، وماجي بتفضل معاهم في البيت على ما تولد، وهو بنفسه بيهتم بيها وبيروح معاها المستشفى، وكان فرحان جدا ان هو اخيرا هيبقى خال. وحتى لما عرف ان الراجل العجوز اللي اسمه شوكت مات فبيروح يحضر الجنازه بتاعته. وابن الراجل العجوز ده بقى بيستغرب جدا ان ابنه الصغير بيكلم سوريا ومتعلق بيه قوي. في الوقت ده بيفهم ان هو ظلم وان ابوه هو اللي كان بيفتري عليه، وان سوريا بقى شخص مش بلطجي زي ما الرجاله فهموه. وبعدين بنروح لديف اللي بيروح يكلم جون وبيتاسف له على كل حاجه، وقال له اخويا انا اسف، وانت من هنا ورايح هتبقى ظهري وسندي، وانا عمري ما هتخلى عنك، وكمان هدي لك الورث بتاعك، بس بشرط الراجل المقنع اللي حاول يقتلني تجيبهولي من قفاه وتنتقم من اللي عمل فيا وفيك كده. وجون بقى بيعيش الدور على الاخر وقال له اخويا حبيب قلبي ده انا افديك بروحي، انا كنت بحميك وعندي استعداد اضحي بحياتي علشانك، وطالما انت هتديني ورثي يبقى لا عاش ولا كان اللي يقرب منك. والاخبار دي بقى بتوصل لسالي اللي بتروح لسوريا وبتحكي له على كل حاجه وتقول له الحق الموضوع كبر مننا قوي. وجون بقى بيكون واخد الموضوع على اعصابه وعمال يحقق في الموضوع وبيفكر في كل اللي حصل في الليله دي، وبتبقى اكتر حاجه مجنناه واللي هي ايه علاقه الراجل الملثم بالساعه، وليه الساعه لما جت 12 مشي ورجع مره تانية وضربه، وعمال يفكر ليه الساعه 12 رجع ومشي تاني. فبيسال المساعد بتاعه هو انت اتضربت امتى؟ فبيطلع ان هو اتضرب يوم السبت، وان معظم الناس اللي قدموا بلاغات بيكونوا كمان اتضربوا يوم السبت. فبيفهم وقتها ان الشخص ده مش بيظهر غير يوم السبت وبس. فبداوا يراجعوا كل الملفات وكل البلاغات اللي اتقدمت، لكن ما لقوش ان اي حد عامل محضر ان في حد ضربهم يوم السبت. وسوريا بقى بيطلع اذكى منهم وبيروح يقدم بلاغ ان هو اتضرب يوم السبت ومن راجل مقنع علشان يبعد الشبهه عنه، وخصوصا ان وشه مليان كدمات. وطبعا جون بيجري عليه، وفي الاول ما بيكونش مصدقه وبياخده على غرفه التعذيب وعمال يحقق معاه وبيحسسه ان هو كذاب، وكان لسه هيضربه وسوريا بيعمل نفسه خايف وقال له باشا ابوس ايدك اوعى تضرب، انا مش قدك يا بيه. وجون بيقف مره واحده وقال له تصدق انا فكرتك انت المجرم وجاي تعمل عليا الحركه الصايعه دي، بس انت شكلك عيل هيت يا وخيخه وما يطلعش منك اللي حصل فيا. وسوريا بقى بيكمل في خطته وقال له يا باشا هو انت مش فاكرني؟ انا اللي لحقتك قبل ما العربيه تنفجر وقلت لك البنزين بيخر من التانك. وجون هنا بيفتكره، ومن وقتها بقوا اصحاب، وخصوصا ان سوريا بقى قال له انا شفت عيون الشخص ده واقدر اطلعه من وسط 1000 راجل. ومن وقتها جون عمال يجيب له ناس ومجرمين، وسوريا بيقول له لا ولا واحد منهم هو. وفي الناحيه التانيه ديف هو كمان هو ورجالته عمالين يحققوا في الموضوع وعايزين يوصلوا للي عمل كده، لكن ديف اول لما قعد مع نفسه بدا يشك في واحد هو اللي عمل كده، والشخص ده هو نفسه سوريا، لان هو الوحيد اللي عطاله يوم الاربع علشان يروح يسهر يوم السبت. وبعدها بيوم بيتصل على جون وقال له تعالى فورا انا لقيت المجرم، وبيخلي رجالته يجيبوه وبيكتفوه بطريقه في منتهى الاهانه. وجون اول لما شافه قال له يا عم حرام عليك، هو انت بتعمل ايه؟ ده الشاهد الوحيد اللي معانا، وكمان ده راجل طيب، يعني ده عيل هلهوله وبيخاف من خياله، وده غير ان هو كمان اتضرب منه. وديف بيقول له معلش يا ابني حقك عليا، اصلا انا ما بشوفش كويس ودايما بحكم على الناس غلط. لكن هنا بقى بتحصل الصدمه علشان جون بياخده وبيطلعوا على اهل الحي وبينزلوا فيهم ضرب بكل تعذيب. وجون قال له بقول لك يا سوريا شوف لي بقى اهل الحي دول واحد واحد يمكن تلاقي فيهم الشخص المطلوب. وسوريا بقى شاف جون وديف وكل رجالتهم وهم نازلين ضرب في اهل الحي وبطريقه في منتهى الاهانه ومحدش بيرحمهم،
وهو نفسه واقف ومش قادر يعمل لهم حاجه ولا قادر يوقفهم، وشايفهم بيتسحلوا وبيتضربوا قصاد اولادهم. وجون قال لهم بصوا بقى انتوا قدامكم يومين 2 وهرجع لكم تاني وتكونوا طلعتوا الشخص المقنع اللي عمل فيا كده، ولو ما حصلش انا هخلص عليكم كلكم. وسوريا بيرجع البيت وهو في قمه الحزن وبيحكي لابوه كل حاجه، وان الناس الطيبين دول هيروحوا ظلم بسببه، فبيقرر ان هو يوقف اي عمليات بيعملها يوم السبت. وهنا ابوه فاجئه وقال له لا انا الاول مره يا ابني هدعمك وهقف جنبك في اللي انت بتعمله، واسمع انا عايز يوم السبت الجاي ده يبقى يوم وفاه الكلب جون. بعد كده بنشوف سوريا وسالي بيروحوا لاهل الحي وبداوا يتكلموا معاهم، وسوريا قال لهم بصوا بقى يا جدعان احنا نطلع لهم اي حد ونقول لهم ان هو ده رجل يوم السبت، وحتى لو قتلوا ايه يعني مش احسن ما يقتلكم كلكم؟ والاحسن ان انتوا تضحوا بيه علشان تتقوا شر جون. بس الناس هنا فاجئوه وقالوا لا احنا مستحيل نعمل كده، واحنا لاول مره نحس ان احنا عايزين نقف قصاده، ولو فعلا البطل ده مننا فاحنا مستحيل نضحي بيه، ونفسنا نعرف هو مين هو علشان يجمعنا ونكون تحت طوعه، وهنعمل كل اللي هيقول لنا عليه، وبدل ما نسلمه هنقف جنبه ونحميه ضد اي حد. والاول مره سوريا بدا يحس ان الناس بقى عندهم دم وهيتحركوا اخيرا. وفي الوقت ده ديف بيتكلم مع اخوه جون وقال له الا صحيح هو انت عرفت منين ان انا كنت موجود في المكان ده وان في واحد جاي يقتلني؟ وطبعا جون قلبه وقع في رجله وقال له يا حبيب قلبي انا طول عمري بنقذك ودايما براقبك من بعيد علشان لو حد فكر يأذيك اخلص عليه. فبيقول له حبيبي يا اخويا ربنا يخليك ليا، وبعدين سابه ومشي. بعدها جون بدأ يفكر مع المساعد بتاعه وقال له هو ازاي سؤال زي ده فاتنا وانا بسأل نفس السؤال، هو الشخص الملثم ده كان عارف ازاي ان انا موجود وهقتل ديف في نفس الميعاد؟ وعمالين يفكروا ويفكروا لحد ما جون قال بس لقيتها مفيش غير سالي هي اللي كانت عارفه كل حاجه خطوه بخطوه، وانا متاكد انها شغاله معاه لحسابه. وكان لسه هيقول لي ديف احنا خلاص وصلنا للشخص ده، وديف قال له لا ما انا كمان عرفت مين هو القاتل الحقيقي وكل اللي حصل في اليوم ده متصور، وبيعرف ان جون هو اللي كان بيحاول يقتل ديف والشخص الملثم هو اللي انقذه. لكن في ثانيه الا ثانيه جون ابن الخبيثه بيخلص على اخوه وبيعمل نفسه ان هو جاي جري علشان يشوف مين اللي قتل اخوه. والمساعد بتاعه بقى قال لهم انا شفت سوريا هو اللي ضرب ديف بالنار وهرب من البلكونه، لكن سوريا الغلبان بيكون قاعد مع اخته في المستشفى وان هي خلاص اخيرا هتولد، لحد ما جون اتصل عليه وقال له حبيب قلبي يا سوريا مش انا عرفت مين المجرم وتعالى لي حالا قبل ما اكسر وش حبيبتك سالي، واللي فعلا بيكون خاطفها ومدمرها تماما. وسوريا اول حاجه بيعملها بيجري على بيت سالي وبيعرف انها مش موجوده، وهنا بيكتشف ان امها تبقى مرات خاله، وبيعرف ساعتها ان سالي تبقى هي نفسها كالي حبيبته من ايام الطفوله. وبيتصل على جون مره تانية وبيعرف ان هو رايح الحي، والناس كلهم بيترعبوا اول لما شافوا جون، وجايب سالي من شعرها وبطريقه في منتهى الاهانه وبيرميها في وسط الحي، وبيكمل ضرب في الناس الغلابه لحد ما بيجي سوريا، وهوبا جون بيمسك انبوبه وخبطها فيه وطيره من المكنه بتاعته، والمكنه كمان بتطير وبينزل فيه ضرب بكل غل. وسوريا بقى سايب نفسه تماما وما بيدافعش عن نفسه وسايبه يضرب ويخبط فيه وقصاد كل الناس. وسوريا بقى عمال يتضرب وهو شايف سالي مرميه على الارض وعماله بتنزف، وجون بيقول له بما ان انا بقى اكتشفت كل حاجه وبكل الخطط اللي انت عاملها انا عايز اقول لك بقى لو انت قدرت تخلي واحد بس من اهل الحي ذكر واحد يطلع ويقف قصادي انا ساعتها بقى هاخد سالي وهوديها المستشفى بنفسي وهعفو عنك. وبدا يبص على الناس اللي كانوا كلهم واقفين زي الخرفان ومحدش فيهم قادر ينطق بكلمه علشان كلهم مستخبيين في بيوتهم، وسوريا عمال بينادى عليهم لكن مفيش حد فيهم خرج. لكن اول لما جون بينادى عليهم كلهم بيقربوا منه وخلاهم ينزلوا على ركابهم وبطريقه في منتهى الاهانه والذل، وبيمسك سوريا وقال لهم بقى انتوا عارفين مين البطل بتاعكم؟ بطل يوم السبت اهو هو ده البطل وانا هخلص عليه قدامكم. وكان لسه هيخلص عليه وسوريا سايب نفسه تماما ومش عايز يدافع عن نفسه، وهوبا بقى بنلاقي ابو سوريا جاي بيتمخطر بالتوك توك وبيقرب منه، لا وكمان مبسوط قوي بعد ما عرف ان سالي تبقى هي نفسها كالي، وبيقرب بكل هدوء وبيقعد على الكنبه دي وبيخلي جون يقعد جنبه وقال له تعالى وانا احكي لك كل حاجه من اولها ما احنا فاضيين بقى. وبيحكي له قصه سوريا وقال له بص بقى يا عم الناس احب اقول لك ان سوريا بقاله 5 مرات لحد دلوقتي بيكتب اسمك في الاجنده بتاعته، بس كل مره كنت انا اللي بشطب على الاسم، ومره تانية ما قربش منك بسبب سالي، ومره كمان بسبب اهل الحي، واخر مره بقى انا بنفسي اللي حطيت له منوم. يبقى انت حرفيا عايش بقالك شهرين والفضل يرجع لنا. وعمال يحكي ويدي وياخد معاه في الكلام كل ده، وسوريا قاعد جنبه وعمال بيجهز نفسه للمعركه، ومش اي معركه دي الحرب الاخيره والنهائيه، وبيلف الحبل على ايده ويروح ما بعدك روح. وابوه بيقول له بص بقى يا جون يا اخويا انا دايما بنصح الناس اللي بشوف اسمائهم في الاجنده، بس المره دي انت تستاهل كل خير، وانا بصراحه مش جاي انصحك، انت عارف انا جاي ليه؟ انا جاي اتفرج على اللي هيحصل
هيحصل فيك انت والرجاله. ولو انت ذكر حاول تخلي واحد بس من الناس يتحرك من وسطهم ويتشجع، علشان سوريا في وقتها هيقوم وهيكسر جسمك عظمه عظمه. وفعلا جون زي المجنون بياخد طفله صغيره وبيحاول يعذبها. يمكن واحد من اهل الحي يتحرك، لكن سوريا بيمنعه وبيستنوا اي حد من اهل الحي يكون ذكر بس ويتحرك خطوتين علشان سوريا يقوم يدب فيه. وبالفعل الراجل العجوز ده بيقوم وبيدي جون بالقفا وبالقلم وبيقول له امك على اللي جابتها، وها هو سوريا. بيقوم بقى وبيمسك جون ورجالته وحرفيا كده بينفضهم، ورجاله جون بيهجموا على اهل الحي اللي اتحولوا لوحوش وهم كمان بيدبوا فيهم. وسوريا بيدخل على جون وفين يوجع كل ضربه والتانيه مع شلوت والتاني ويرجع تاني يدب فيه وكانه اسد مسجون بقاله سنين ودخل على عجل بلدي وفين يوجع لحد ما خلاه مش قادر يتحرك من مكانه. واهل الحي بقى بيقوموا بالواجب وبالزياده مع البلطجيه بتوعه، واللي في ايده حاجه بيدب بيها، اللي معاه حله واللي معاه طاسه، وده غير بقى الستات وما ادراك وما الستات بتظهر مواهبهم المستخبيه في الفنون القتاليه وبيكسروا رجاله جون. اما بقى سوريا فعمال بيكسر في كل عظم جون لحد ما خلاه مرمي على الارض لا قادر يتحرك ولا قادر يتكلم. وقال له بص بقى خروف، لو حد منهم طلع دلوقتي وقال لي وديه المستشفى انا بنفسي اللي هوديه. لكن هوبا بيجوا رجاله اخوه ديف وبيطلعوا عارفين الحقيقه وان هو اللي قتل ديف، وكلهم بيتكاتروا على جون والمساعد بتاعه وبيخلصوا عليهم بعد ما عذبوهم وشافوا من العذاب الوان. واخيرا بقى اهل الحي بيعيشوا في امان بعد ما الكلب جون بيغور في داهيه. اما بقى سوريا فبيقرر ان هو يخطب سالي ويتجوزها، واخته ماجي اخيرا بتولد والعيله كلها بتتجمع في السبوع وبيقضوا احلى وقت مع بعض. واخيرا والحمد لله الفيلم خلص. واتمنى اشوف رايك في تعليق، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وان شاء الله اشوفكم الفيلم الجاي. سلام.